السلام عليكم. معاكم إيمان ودي أول حلقة ليا على القناة. إن شاء الله مع بعض هنقدم وصفات سهلة اقتصادية ومكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. لو عجبكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبدأ على طول. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة موفرة جدا وهي البسلة من غير لا لحمة ولا فراخ، وكمان رز بشعرية. طعمه تحفة وهيعجبكم بإذن الله. تعالوا نشوف مع بعض المكونات، هي هتعجب أطفالكم الكبير والصغير. يلا بينا. في حلة على النار هنحط شوية زيت أو معلقة سمنة وبصلة كبيرة مبشورة. هنحط فصين توم نقلبهم كويس. نحط حتة هريسة شطة أو قرن شطة أخضر حامي. أنا مخزنة صلصة، إن شاء الله نبقى نخزنها مع بعض، أو تضربي طماطم مع معلقة صلصة. هنحط شوية سكر عشان الحموضة ونحط شوية فلفل أسمر. نسيب الصلصة لما تتسبك كويس ونحط البسلة ونسيبها لما تستوي على نار هادية جدا. هنا هنجيب شوية زيت ونحط عليها شوية شعرية نحمرها كويس، وبعدين نحط الرز المغسول ومتصفي كويس جدا. نحط عليها الملح وما يعادل الرز مية ونقلبها كويس ونسيبها لغاية اما تتشرب ونوطي عليها تستوي على نار هادية جدا جدا. وبكده نكون خلصنا مع بعض أكلة اقتصادية وسهلة وطعمها يجنن. جربوها وقوليلي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. أشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.